السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وشقة جديدة، تصميم عصري جدا بإذن الله هتنال إعجاب حضراتكم. شقة النهاردة تصميم الشركة الهندسية ارت ديزاين. اتفرجوا بقى واستمتعوا معايا بالجمال والرقي اللي هتلاقوه في الشقة دي. تصميم وألوان هادية جدا والوان وافكار هتعجب حضراتكم. ده المدخل، هنا الجزامه زي ما شفتوها فكره مختلفه. بصوا كده فكره الجزامه بمرايه وعليها بصوا كده القاعده كده وكانه بنكت تلبسي بقى الاعزيه بتاعتك، فحلوه قوي فكرتها. يعني تعتبر قطعه ديكوريه في المدخل. كمان المرايه فيها اضاءه. ندخل بقى هنا على التفاصيل، التابلوهات، الزرع دايما اللون الاخضر. التفاصيل دي ارت ديزاين بيهتم بيها، ودايما باكد على وجود اللون الاخضر، بيدي شكل مختلف جدا للبيت. هندخل كده هنا على الريسبشن، وهنا بقى النيش والسفره وانتري مودرن. بصوا بقى جمال السفره والتفاصيل اللي في ترابيزه السفره. اللونين الجري والاسود حلوين جدا مع بعض. برضو الالوان اللي في السفرة نفس الالوان التنجيد بتاع الكراسي، فحلو قوي. هنا البوفيه البار ايا ما بتسموه بقى. بصوا كمان مع المرايات اللون الاسود والجري تحفة، طبعا مطعم كمان من الجولد. هنا بقى انتري ده النيش اهو. وهندخل هنا كده نتفرج على الانتري وتكوينه. بصوا جزء كده ركنة وجزء انتري مودرن. حطوا لنا لايك للفيديو النهارده، ولأول مرة يشوفنا في القناة يا ريت تشترك معنا. كل فيديو هتخرجوا منه فكرة مفيدة في التجديد، في تجهيز بقى لو عروسة بتجهزي أو ست بيت بتجددي بيتك. كل فيديو هنخرج منه بفكرة في تنسيق الألوان، في المساحات، في ايه يليق على ايه اللي يبقى افضل لو انت تتخيلي مساحة بيتك. فاعتقد كل فيديو هتخرجوا منه بالافكار دي. دايما بقول مش لازم يكون عندي نفس المساحة، نفس الامكانيات، نفس العفش، ولكن انا باخد افكار تليق وتناسبني انا وتناسب ظروفي. بصوا هنا كده الانتري حلو قوي، يعتبر ركنه مودرن في نفس الوقت انتري اهو. طبعا الركنه بتبقى مساحتها القعده بتاعتها اعرض شويه عشان تبقى قاعده مستريحه، وتناسب كمان الليفينج كوضع كقعده بقى كقعده طول اليوم. دي البلكونه، حتى البلكونه بيهتموا بتفاصيلها. طبعا الفيو الاطلاله رائعه. شايفين بقى الجمال. شقه النهارده من شبين الكوم منوفيه. عرضنا لكم قبل كده شقق كتير للمنوفيه برضو تبع ارت ديزاين. الشركه الهندسيه ارت ديزاين بتستلم الشقه من حضرتك على الطوب الاحمر، بتبدا تعمل كل حاجه: تاسيس كهرباء، تاسيس سباكه، سيراميك، بورسلين، جبسن بورد، ستاير، برائع، عفش، ادوات كهربائيه. كل حاجه بتستلميها بالطريقه دي. اما الشقه بتستلميها بتاخدها منك على الطوب الاحمر، او اللي هي المحاره المبدئيه. بصوا كمان النغف مودرن قوي. المكتبه الجبسون بورد اللي معمول حوالين المكتبه بتاع التلفزيون سيمبل ورقيقه قوي. برضو انا مش بحب الجبسون بورد كتير في المكتبه، بحب لو هعمل جبسون بورد يبقى بالطريقه دي، او المكتبه الخشب بتبقى طبعا الطف كمان، او الطريقه دي للجبسون بورد. ده كده الريسبشن اهو. وهندخل بقى هنا على بقيه الشقه، نشوف المطبخ ونشوف اوضه النوم ونشوف الحمام. المساحة طبعا بتاع الريسبشن مساحة محترمة، فقادر كمان يحط اكتر من كنبة واكتر من فوتيه. بصوا هنا كمان الرجلين ستانلس، ومدخل الستانلس ولون الجولد مع درجات بقى الفواتح، سواء كان جري سواء كان اوف وايت. فدرجة الجولد حلوة جدا معاهم. طبعا وجود الاسود مش مضايق ولا قافل الشقة، لان معاه حاجات كتير فواتح. ندخل بقى هنا كده اهو، نشوف باقي حتى الفواصل شوف معمولة ازاي برسم، فعادي شكل حلو. طبعا معظم بيبان الشقة والباب الخارجي باب مغلق. بصوا هنا المطبخ اللهم بارك، حلو قوي الوانه. المطبخ هو كمان اللي بيعمله الشركة الهندسية وفقا للعقد. طبعا هنا المتر بتحسب بيه المتر وفقا لكل الحاجات اللي ذكرناها، سواء صرف، سواء اساس، سواء جبسون بورد، سواء سيراميك، كل ده. وطبعا هما التعاقدات 3 مرات في السنة، 4 مرات. بيفتحوا كل 3 شهور وبعدين بيقفلوا. بيفتحوا فترة صغيرة جدا لأن ناس كتير ما شاء الله بتبقى تستنى ان ارت ديزاين تبدأ تعمل معاهم تعاقد. اما العملاء القدام فبيفتحوا لهم في اي وقت من السنة. هنا ده حمام اهو. بصوا بقى
كل حمام دايما بقى عندهم في الشقة اكتر من حمام، بيبقى تصميمه مختلف، الاكسسوارز مختلفة، الالوان مختلفة، كل حاجة فيه مختلفة، بيبقى بمعنى ابداع في كل جزء بيعمله، مش بيعمل كل الحاجات اللي في الشقة حاجة واحدة. ده اول حمام بنشوفه اهو، في كابينة شاور، والحمام سيمبل بتفاصيل بسيطة. بصوا بقى هنا، بصوا اللمعة بتاع البورسلين، ودايما هو بيستخدم بورسلين اسباني والجوهرة. دي أوضة نوم، فيها يعني هي تعتبر أوضة ضيوف، فيها ركنة موديل، وفيها سرير صغنن كده بكومود اهو. شايفين فكرة السرير والظهر بتاعه عامل ازاي؟ الجبسون بورد برضو اللي محطوط في الأوضة سيمبل. وهنا بصوا مكتب اهو، تعتبر أوضة شبابي، تعتبر أوضة ضيوف، تعتبر أوضة فيها سرير لو حد جالي زيادة عن البيت يبقى في المكان ده، يعتبر برضو أوضة ليفينج. أكتر من حاجة ممكن الأوضة دي تشتغل عليها. هنا بقى دي أوضة تانية اهو، نفس الأوضة، برضو في شاشة كبيرة، يعني تعتبر أوضة معيشة بقى، لو ما عنديش مكان أعمل أوضة ليفينج فتعتبر دي. وفيها السرير، دي أوضة أطفال تانية. بصوا بقى الجمال والخلفية بتاع السرير والمنظر الطبيعي حلو قوي. فكرة ان انا اعمل اوضة الاطفال فيها دباديب ورسومات، ما عادتش واردة قوي في الخشب، ولا حتى في ملايات السرير، ولا في الديكور، الا لو انت كل فترة بتغيري في بيتك. طبعا مع الاسعار دي صعب ان كل شويه حد يغير. بصوا بقى فكره الدولاب، بصوا استغلال المساحه، لان ارت ديزاين بيعمل لك الخشب هو مولة وفقا للمساحه، ودي طبعا بتبقى حاجه رائعه جدا، غير لما اشتري اوضه جاهزه. ان انا بعمل الخشب وفقا للمساحه اللي عندي، بقدر استغلها صح، ومش بحس ان الاوضه بتاعتي مكركبه او بحسها مليانه خشب وانا مش قادره اتحرك فيها. اهو شايفين مساحه السراير والدولاب تقسيمته عامله ازاي. دكتور، او هندخل بقى هنا طبعا على الاوضه الماستر. اعذروني بتأخر كتير في الفيديوهات، في تنزيل الفيديوهات، لكن طبعا دعمكم ولايكاتكم وتشجيعكم بيديني باور ان انا انزل اكتر واشتغل اكتر. ما تنسوش دعمكم بقى للفيديو ده بلايكات كتير وتعليقات من حضراتكم. بصوا بقى الحمام القمر ده، بصوا التفاصيل، الاضاءة والرخامة بتاع الحوض نفسها تحفة. الجبسون بورد والتفاصيل اللي فيه، بصوا بقى الجمال. شايفين الحمام ده مختلف تماما عن الحمام اللي شفناه في الاول، وده اللي انا بقول عليه، ان حتى الحمام بيعمل كل حمام تصميم لوحده، مش البيت كله بيمشي بتصميم واحد. حلو قوي الوانه، حلو قوي تفاصيله. هندخل بقى هنا على على الاوضه الماستر. الحمام ده في الأوضة الماستر، ونشوف بقى الجمال اللي هنشوفه في الأوضة. الأوضة اللهم بارك، تحفة، مساحتها حلوة قوي. دعوة طبعا حلوة من قلوبنا لأصحاب البيت، ربنا يهنيهم ويسعدهم. بصوا جمال الأوضة، جمال التفاصيل. هنا التسريحة المتنجدة كده، في إضاءة في المراية. أنا آسفة طبعا على الدوشة اللي بره، الصيف بدأ بقى والولاد بيلعبوا. وهنا بصوا حلو قوي الكورنر ده بالإضاءة بتاعته. بصوا السرير والتفاصيل اللي في الجبسون بورد والتنجيد بتاع ظهر السرير، كل دي تفاصيل متعوب عليها حرفيا اها. دي الاوضه الماستر بكل تفاصيلها. بصوا كمان الدولاب جوه الحيطه نفسها بتفاصيل حلوه قوي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وشقه جديده وعروسه جديده وبيت جديد. اشوفكم دايما على خير، ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مشاهده ممتعه باذن الله.